وهذه القرارات ان شاء الله هنبدأ في تطبيقها اعتبارا من صباح غدا الاربعاء، وهتستمر لمدة اسبوعين. اول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي. انا باكد هنا ان هذه القرارات اللي هنعلنها هي مداها الزمني هو اسبوعين. القرار الثاني ان بالتوازي مع حظر حركة المواطنين طبعا هيتم ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة من الساعة 7 مساء الى 6 صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام او خاص. الجزء الثالث والمادة الثالثة ان ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي امام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية او ما نطلق عليه المولات. سيكون مواعيد عملها من 5 مساء الى 6 صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت. يبقى كل هذه المحلات هتبقى بتشتغل 5 ايام في الاسبوع من 5 مساء الى 6. بتغلق من 5 مساء الى 6 صباح اليوم التالي، ويومي الجمعة والسبت هو اغلاق كامل. وكل ده هدفنا عشان نمنع تجمعات وتواجد اعداد كبيرة من المواطنين. هذا القرار لن يسري على المخابز ولا محل البقالة ولا الصيدليات او السوبر ماركتس اللي بتبقى متواجدة خارج المراكز التجارية. المادة الرابعة هتغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية واي ما يمثلها من محال ومنشآت تقدم انشطة التسلية او الترفيه. ده سيكون غلق كامل طوال هذه المدة. كما ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم المأكولات، على ان يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات الى المنازل فقط. المادة الخامسة ستعلق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات ورخص البناء. اي خدمات النهاردة بينشأ عنها ان المواطن بيتحرك ويروح لمصلحة حكومية علشان يعمل خدمة او يقدم خدمة، سيتم تعليق كل هذه الخدمات بالكامل طوال هذه المدة. هذا الموضوع فقط الذي سيستثنى منه هو مكاتب الصحة علشان موضوع قيد سواء المواليد او الوفيات اللي بتبقى بتحصل طوال هذه المدة. المواطن اللي هيسأل يقول طب انا رخصتي او بطاقتي المفروض كانت تخلص في خلال الاسبوعين دول. تم التنسيق مع وزارة الداخلية ان سيتم مد سريان عمل كل هذه يعني المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر، بحيث ان حتى لو بطاقتك او رخصتك بتخلص في هذه المدة احنا هنعتبرها سارية معانا لما بعد انهاء هذا الحظر. المادة السادسة هو غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الالعاب الرياضية بكافة انحاء الجمهورية. دي القرارات اللي احنا بنقول انها ان شاء الله سيتم تنفيذها لمدة 15 يوم. بالاضافة الى هذا قررنا ان احنا مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوم اخرى اضافية بعد انتهاء القرار اللي احنا كنا طلعناه قبل كده، اللي هو كانت ميعاد انتهائه يوم 29 مارس. ايضا سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين والعاملين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام والأجهزة التابعة للدولة، أيضا 15 يوم إضافية بعد انتهاء
مدة القرار الماضي اللي هو كان بينتهي في الأول من إبريل. يبقى احنا بنمد كل الكلام ده أيضا 15 يوم. من سيستثنى من هذا القرار هم فقط المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم، لأن دول طبعا دول أولوية أولى، وبالتالي هم سيستثنوا تماما من كل اعتبارات في هذا القرار، لأن هم شغالين على مدار ال 24 ساعة علشان ان احنا نضمن سلامة وصحة مواطنينا. انا عايز اكد ان القرار بينص صراحة ان سيتم تطبيق العقوبات اللي موجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات. العقوبات عشان نبقى عارفين بتبدأ بغرامات مالية تصل الى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، وبالتالي انا بناشد المواطنين الالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون الكامل مع كل اجهزة الدولة لتنفيذ هذه القرارات.